السلام عليكم احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبتكم هاد الوصفه ديال الكريب مالح، كيجيه اكثر من هائل بواحد الحشوه غزاله. تبعوا الفيديو حتى الاخر. عندي هنا 200 غرام ديال الدقيق، ضفت عليه معلقه الملحه، درت معلقه السكر، الثوم غبره عفوا، عندي شويه ديال الابزار نص معلقه، ودرت واحد شويه ديال الزعتر حكيته غير بيدي وكنخلط مع بعضياتهم، ضفت عليهم 2 ديال البيضات وغادي نخلط العناصر مع بعضياتها حتى تنسجم مزيان بهذه الطريقه. وعندي نصف لتر د الحليب، غنبقى نضيف كميه بكميه حتى نكمل نص لتر د الحليب كامل. عندي هنا 3 المعالق ديال الزبده مذوبين. كنخلط العناصر مزيان مع بعضياتها بلا ما تحتاج لا خلاط كهربائي لا والو، غير بالخلاط اليدوي وهانتي وجدتي لي كريب ساهلين غزالين، كيجيو رطبين خفيفين. اي حاجه تقدر تصورها في هاد لي كريب اليوم جبتهم لكم باش تجربوهم في الوصفات ديال رمضان ان شاء الله. غادي نبداهم معكم ومنهم هي هاد الوصفه. هنا كنخليه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. كناخذ واحد 2 حبات البصله كنقطعهم، كندير عليهم واحد 4 كاس ديال زيت العود، كنزيد عليهم معلقه الملحه، والملح ديما على حسب الذوق. عندي واحد 3 الحبات ديال الفلفله حمرين مقطعين، وكنخلي الفلفله مع البصيله والملحه والزيت حتى كيتشحروا لي مزيان. وكنزيد عليهم 250 غرام ديال الكفته اللحم المفروم، تقدر دير ديال اللحم اولا ديال الدجاج اللي متوفر عندك. هنا زدت واحد شويه ديال معدنوس بقدونس. هنا خديت واحد شويه ديال الابزار غير نص معلقه. عندي معلقه الفلفل الاحمر، عندي قليل من الزنجبيل، وكناخذ واحد معلقه ديال صلصه الصوجا، وكنخلي العناصر مع بعضياتها كتنسجم ونيت باش طيب لي الكفيته ديالي على النار كتكون مهيله. الكفته راه غير كتشم العافيه كطيب دغيا. هنا كنزيد واحد شويه صلصه طبخ، كتزيد واحد لوغو خطير. وها الوصفه الحشوه ديالي ها هي واجده. غادي ندوز باش نطيب معكم لي كريب. قبل ما نطيب لي كريب نزيد واحد نص كاس ديال الماء كيعطيه واحد الطراوه واحد الهشاشه. هذا هو الدور اللي كيخلي لي كريب يجيو رطبين. كنخلطو مزيان من بعد نيشان كنطيب على نار كتكون مهيله ونقيله اللي ما تكونش كتلصق، وكنطيبو بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا كنستمر بهذه العمليه، كنقلب لي كريب ديالي كما كتلاحظوا كياخذوا واحد اللون ذهبي مزيون، وكنستمر حتى كملت لي كريب ديالي كاملين. كما كتلاحظوا كيجيو خفاف غزالين، غير جربوهم راه ما غاديش تندموا عليهم. هنا غادي ندوز باش نعمرهم بالحشوه ديالي اللي ديجا وجدتها قبل وخليتها كتبرد. كنديرهم بهذه الطريقه هكا حيت غادي ندخلهم يتغراتينو في الفران، غير ياخذوا واحد اللون ذهبي راه كيكونوا طايبين. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله.
هنا كندير غير لاصوص ديال صلصه ديال الطبخ، كندهنهم شويه ولا دير لهم فرماج ولا تخليهم بلا حتى شي حاجه. كندخلهم الفران واحد 10 دقائق ياخذوا لنا واحد اللون ذهبي. وها الوصفه ها هي وجدت لنا كما كتلاحظوا، كتجي غزاله هائله. بغيتكم تجربوا هذا الفيديو وهاد الطريقه هذه وتقولوا لي في الكومنتير كيفاش جاوكم. وشكرا للمشاهده، وفيديو اخر ان شاء الله.